صلى على النبي وقول عبد الله الصلاة والسلام. في البداية لو مش مشترك في القناة انزل اشترك دلوقتي حالا عشان يوصلك كل جديد. استقالة واعتذار مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك. الموضوع ده لغز كبير. هنعرض لحضرتك كام فيديو، بس أنا بصفتي كمشجع أهلاوي مش عارف أبدأ الفيديوهات منين، بس كمشجع للنادي الأهلي خد الفيديو ده هدية. توقع بقى توقعين. لا ايه، لا اما 1-1 لا 1-0 للترجي. بص، أنا مش عارف أنت مالك أنت طب الأهلي والترجي في قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا. أنت مالك بتتكلم على الأهلي ليه؟ أو على الترجي ليه؟ ولا أقول لك على حاجة، أنا عايزك تلبس تيشيرت نادي الترجي وشجع الترجي. أنا اللي بقول لك أهو شجع الترجي. أنت على طول كده بص هنفضل نلففك على فرق القارة كلها. سيبك بقى من جو الانتماء والكلام ده، عشان أنت آخر مرة قلت لأ تشجع النادي الأهلي طالما الأهلي بيكسب. لا، أنا بقول لك شجع الترجي، مالكش دعوة بالأهلي. اتمنى الخير للترجي بعيد عننا يا أخي. تعال نشوف بقى سيادة المستشار مرتضى منصور بيقول إيه وهو بيقدم اعتذاره واستقالته. صاحب العزبه قفل العزبه وخد ولاده. احمد غير مسؤول على الفرق الجماعيه ولا غير مسؤول عن الكوره، وتحملوا المسؤوليه وبنشكركم الدوله بتقف. احمد هو ماسك ملف اكتوبر، هو مسؤول هو لا اكتوبر بيكلم الشركه الاسبوع اللي فات قال له بعدين ولا ماشيين، رئيس نتيجه قاعد ولا معزول. النهارده الفيلم بتاع النشاط الاجتماعي بتقول له بالذات اهو، قال له مش هنطلع الشركه مش هنطلع ياكل. اقعد اقعد اقول لك اقعد مش هزار، خلاص هزار خلص. حملوا المسؤوليه كلهم، جماهير واعضاء جمعيه عموميه. صاحب العزبه ساب العزبه مخدره. تاني، انا اخر شهر دافع المرتبات ودافع كل حاجه وشيلوا المسؤوليه. تاني، واعضاء جمعيه عموميه لما تيجي تلاقوا الامن مشي والعمال مشي والنادي بقى فيه مزبله، واللي عايز يخش واللي عايز يبطل يرجع يبطل تاني، والمدير الفني مشي عشان مرتبه وكله مشي. خلي الوزير يبقى فرحان هو ومحمود الخطيب. فكرني بروسيا لما كان بالتالي كانت اسمها روسيا السوفيتي، لما جه جورباتشوف خلص عليه وفتته بقى 6 دول وامريكا بقت الدوله العظمى. بعد ما كنا بنقول للاهلي راس براس وصلنا مرحله عيل اسمه عادل القيعي بيقل ادبه على الزمالك والزملكاويه محدش عمل له حاجه. خالد مرتجي بيقل ادبه على الزمالك والزملكاويه محدش عمل له حاجه. عارفين ليه؟ عشان هم طمنوا. رئيس النادي اتحبس، رئيس النادي اتعزل. بشكركم. بص، انا مش هتكلم في موضوع المستشار مرتضى منصور ده الا في نهايه الفيديو. اخر حاجه هتكلم عليها المستشار مرتضى منصور، بس في نقطه كده المستشار مرتضى منصور قالها ان النادي هيقفل كمان اسبوعين. كمان اسبوعين احنا هنسيب كابتن اكرامي الشحات هو اللي يرد عليه في الكلام ده. فعلا صح على السوشيال ميديا واللي بيحصل فيها، وان كل الاخبار اللي بتنزل او البوستات اللي انت بتتكلم عليها ديت كلها كذب. فيعني انا هو ينفع الزمالك يقفل بعد اسبوعين؟ يعني ايه يقفل؟ مش فاهم. مش عارف. نادي يقفل؟ هي دكانه؟ هي ورشه؟ ده نادي الزمالك نادي كبير، يعني ايه يقفل بعد اسبوعين؟ وبناء على ايه؟ مش عارف. يعني انا مستغرب من الكلام اللي بيطلع ده. يعني بناء على ايه بامانه ان ممكن يتم عزل رئيس النادي؟ ماشي، اتعزل رئيس النادي، في مجلس اداره، اتحل مجلس الاداره، هتتشكل لجنه مؤقته لاداره نادي الزمالك. ايه المشكله بقى؟ مفيش مشكله. يعني ليه بقى الزمالك يقفل؟ ما هي السوشيال ميديا بقى بتروح منزله اخبار بقى عشان الناس تبدا تزيط وتهيص في الموضوع دوت. كابتن اكرامي الشحات خلص لك قصه في حوار ان النادي هيتقفل كمان اسبوعين، ده قال لك هو دكانه وجاب لك كل حاجه بالدليل، صح؟ انا بقى في حاجه مضايقاني قوي. احمد مرتضى منصور شوف قال ايه، عشان ده بقى لازم نرد عليه. اسمع معايا الاستاذ احمد مرتضى منصور. عايز تعرف يا سياده الوزير، مطلوب من حضرتك من الاخر، احنا مش هنجيب قائم بالاعمال. عايز تحل المجلس حله كله، مش محتاجين المنصب. عايز تحل المجلس حله كله. انا عن نفسي مش هكون اي رئيس نادي اشتغل معاه انا شخصيا، ولا عايز المنصب ولا. الاستاذ احمد مرتضى منصور بيطالب وزير الشباب والرياضه، بيقول له ما فيش حاجه اسمها قائم باعمال النادي. عايز حل المجلس كله. لا ذكي ما شاء الله عليك، لا ونبيه كمان. عايزه يحل المجلس كله عشان تطلع على الفيفا وتقول لهم في تدخل حكومي عندنا في الرياضه في مصر، وتوقف النشاط الرياضي في مصر، وتبقى انت على حق.
بيحاولوا يستفزوا وزير الشباب والرياضه اللي هو مستشار مرتضى منصور، قاعد يشتم فيه كميه شتايم كده في الفيديو بتاعته. انا مش عارف ازاي ده بيشتم وزير، والله العظيم مش عارف ازاي طلعت منه يعني هنقول ايه؟ السن، احترام السن. يعني انا مش هينفع ارد عليك والله صوت مصر، وعمري ما اقدر ارد عليك احتراما للسن والله. فانما بقى شويه الشباب دول احنا بنرد عليهم واحده واحده. يعني استاذ احمد مرتضى منصور ما شاء الله عليه نبيه قوي، نبيه قوي قوي قوي. تعال نشوف بقى اسامه نبيه بيقول ايه. كارثيه يعني، لو كارثيه نطلق عليها كارثيه لو احنا كنا خرجنا من الكاس تبقى كارثيه. عايز لكن تخرج كمان. تمام. لا، ما هو ده كارثيه يبقى انت خرجت من الكاس. ماشي. لكن هي مباراه لا تليق بمستوى نادي الزمالك في الاداء يعني. وده وضع طبيعي. كابتن اسامه نبيه بيقول لك ان مش شايف مباراه الزمالك وبروكسي كارثه. الكارثه الحقيقيه لو الزمالك خرج، هي دي الكارثه بالنسبه لكم. طب والفضيحه اللي حصلت في المباراه والاحتواء التحكيمي الفجر العلني، ضربتين جزاء لبروكسي ما اتحسبوش واللي عم يشوفهم. انا صحيح انا بخاطب مين صحيح؟ ده كابتن اسامه نبيه المشكله بيقول لك ان ابنه جلس مع مسؤول بيراميدز، والموضوع ده اصلا كان منتشر من فتره وهو طلع اكده يقول لك عشان الزمالك حاليا مش موفق، مش مهيأ له جو مناسب، فهيضطر يروح بيراميدز اكنه طالع مصيف. انا مش عارف بيتكلم ازاي كده يا جدع. هي دي يا جدعان ابناء نادي الزمالك بجد؟ يعني انت ابنك انت متخيل ان انت تمشيه كده من نادي عادي؟ والله انا مش عارف الجماهير هتعمل فيكوا ايه. شوف بقى معايا كابتن خالد الغندور اللي بيتكلم على وليد عبد الرازق، ولسه الدنيا معاه ملخبطه ومجنون بالسوبر، والاهلي عنده مباراه ان شاء الله مع الترجي، نتمنى التوفيق ان شاء الله للاهلي امام الترجي النهارده في مباراته الساعه 10. تعال نشوف بس كابتن خالد الغندور بيقول ايه وارجع لي تاني. الرأي العام والتوجه الأهلاوي إن وليد بيجامل الزمالك، مع إن وليد احتسب ست إنذارات على الزمالك، وكابتن محمود متولي قبل نهاية اللقاء راح اعترض عليه، فقال له حذره المرة الأولانية، قال له ما تجيش تعترض عليا تاني إلا هديك إنذار. راح بعد الماتش ما انتهى راح اعترض عليه تاني، وكأنه نوع من التحدي بالظبط كده. زي كابتن محمد الشناوي اما ضرب لاعب بدون كورة وما اتعلمش ومش فارق معاه لانه له ظهر، النادي الاهلي هيحميه، الحكم هيخاف، فراح تاني وطلع من مرماه 30 ياردة وراح ضرب محمد الشيبي وهو على الارض، ما خدش انذار، مش طرد، ما خدش انذار، ولا الفار تدخل ولا محمود البنا شاف ولا الحكم هاني عبد الفتاح اللي كان بيحوش ما بين اللعيبه واللاعب بيتضرب قدامه على وشه من علي معلول وبالركبه من محمد الشناوي وما قالش للحكم. مين اكتر احتواء؟ دول اللي معاهم فار واللي شايفين بعينيهم، ولا اللي حكم اللي ادى 6 انذارات واحتسب ضربه جزاء وكان من الصعب ان يشوف كره حسام عبد المجيد اللي شد الفانيلا والوش الحكم وهو جاي لا يمكن يشوف الزاويه دي. تعالوا شوفوها لو احنا بنتكلم. طيب مفيش حد اتكلم ليه ان كابتن وليد عبد الرازق ما طردش لاعب بروكسي؟ هو لو بروكسي لو طرد كانت النتيجه كام يا جماعه؟ كان تعادل؟ ايه؟ كان 2-2؟ خالد الغندور كل اللي استنتجه من مباراه الزمالك وبروكسي ان الحكم اهلاوي، عشان كده توقف. ما لفتش انتباهه المصيبه التحكيميه ومش عارف، يعني كل همه الطرد. كابتن خالد هم زي ما قلت لك هو زي ما قلت لحضرتك هم وقفوا وليد عبد الرازق عشان الطرد ده ما اتطردش. ما انا هقول لك ايه، كل مره اقعد اعيدها لك، بقول لك فريق المفروض يبقى كسبان، يعني ليه كسبان 2-1 ليه ضربتين جزاء ما يتحسبوش؟ كانوا قادرين يغيروا النتيجه ل 3 و4-1 لصالح بروكسي، وتقول لي الحكم اهلاوي؟ انت بتتكلم على الحكم انا مش عارف كده ليه. طب بص يا كابتن خالد انا هكلمك كده بالمنطق، لو في هنا ذره مخ، يعني مع احترامي ليك طبعا. انت بتقول محمود متولي، انت الصوره اهي قدامك، حمدي فتحي اللي بيتخانق مع الحكم والحكم هو اللي بيبص لحمدي فتحي. طب يا كابتن خالد بلاها حمدي فتحي وبلاها متولي، شوف انا بكلمك في ايه. وفي نفس المباراه مباراه المصري، بالعقل شغل ده شويه. الراجل اللي ساح في الدم وده في الصوره اهي قدامك اهو، محمد مجدي قفشه، دماغه مفتوحه. محمود جاب خرج بره مدي الكوره بالبوكس، ضرب راس محمد مجدي قفشه. محمد مجدي قفشه نزل دماغه ساحه في الملعب. يا اخي مش هقول لك ضربه جزاء، مفيش انذار للحارس، كارت احمر للحارس على التدخل، الفار فين؟ يعني انا مش عارف والله انت بتدافع عن الحكم ده بناء عليه. يا كابتن خالد ده طارق يحيى اللي هو المقدم معاك في البرنامج
وصاحبك طبعا، انت فاهم قصدي انا صاحبك ازاي. قال لك وليد عبد الرازق الموسم ده قبل مباراة بروكسي حكم للزمالك 3 مباريات، الزمالك فاز في 2 واتعادل في مباراة. الزمالك لم يذق طعم الهزيمة على يد وليد عبد الرازق. ده كلام كابتن طارق يحيى. انا برد عليك بنفس منطقي. تعالى بقى ارد بقى معاك شوية على تصريحات المستشار مرتضى منصور. المستشار مرتضى منصور قعد يقول لك انا هقعد الخطيب في البيت وهقعد كهربا في البيت، لغايه ما يعني هو اللي قاعد في البيت. يعني مش عارف اقول لك والله يا سياده المستشار، والله بجد انت ضحكتني، والله انت ضحكتني. بس اقول لك على حاجه، المستشار مرتضى منصور مش هيسيب الزمالك، الزمالك هينزل في دوامه. عايز يثبت لك بقى ان هو صح ونظريه المؤامره، هو يرفع وضع الزمالك لغايه ما يجيب ظروفها فعلا. وخدها مني كلمه، قاعد يقول لك يا خطيب مش انت اللي حابسني، امال مين اللي حبسك يا سياده المستشار؟ انت اتسجنت شهر ليه؟ صب وقصف محمود الخطيب، اخت محمود الخطيب واسرته. ما انت اتحبست عشان كده. انت بتتكلم في ايه؟ يقول لك قاعد يقول لك كله قال الخطيب اللي هيتحبس عشان الساعات، وفي الاخر انا اللي اتحبست. هو ايه اللي حصل في الدنيا؟ انت مش عارف ايه اللي حصل في الدنيا يا سياده المستشار؟ انا هقول لك ان احنا بقينا نستخدم التوقيت الصيفي. انا هقول لك ايه يعني انت منتظر مني ارد عليك اقول لك ايه؟ ايه اللي حصل في الدنيا؟ يعني انت شايف كل اللي انت بتقوله ده مفيش حاجه حصلت؟ لا هو صح، هو احنا عشان غيرنا التوقيت للصيفي، هو ده اللي اقدر اقوله لك، هو ده اللي حصل في الدنيا. ما تشغلش بالك انت ما تشغلش بالك بالكلام ده. وقعد يقول لك بقى خالد مرتجع عمال يشتم فينا وعادل القيعي وانتوا ما شاء الله. لا انت بالذات يا سياده المستشار تواشيح دينيه على قناه نادي الزمالك، ما شاء الله. بلاقيكم كده كلكم ماسكين المصاحف وبتقولوا تواشيح دينيه، سواء انت او كابتن خالد الغندور، كابتن جمال عبد الحميد، كابتن طارق يحيى، الحاج 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 محمد رجب. شوف انا اكدت لك على الحاجه دي كام مره. اللي قاعد يقول لك الزمالك يعني بيراميدز راح محلل مكان الزمالك، لا وليه الفاظ كتير الحاج محمد رجب. اخرها النهارده قاعد يقول لك انا ومرتضى منصور كده 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 بننام وناكل ونش. ايه يا عم في ايه يا عم؟ لا نقي الفاظك، انت عايزني اقول لك ايه؟ طيب في واحد عندهم في قناه اسمه ماجد غراب بقول لك لمصلحه مين ان النادي الاهلي ينعم بالاستقرار الاداري والمالي. يعني انت عايزني اجاوبك على السؤال ده؟ انا هجاوبك عليه، بس هسألك سؤال. يعني لو انت الفيديو ده وصل لك يا ريت تجاوبني عليه. لمصلحة الاهلي وجماهيره ومجلس ادارته، الناس اللي شغالة صح وعارفة يعني ايه لوائح وقوانين، اللي ما بتطلعش كل يوم تهري وتغلط في الناس، وشغالة لمصلحة فريقها وجميع الالعاب في النادي الاهلي. ده عشان كده النادي الاهلي بيستنعم، هقول لك ايه، بينعم بالاستمرار. ده اللي انا هقوله لك والله. والاستقرار، استمرار واستقرار كل حاجه في العاب النادي الاهلي كلها. انتوا جبتوا صفقات من على وش القفص، عملتوا ايه في الدروب؟ جبتوا صفقات، مسؤول الصالات ده استاذ احمد مرتضى منصور، خدتوا ايه؟ 3 بطولات ولا 4 بطولات، والاهلي خد 18 بطوله. يبقى مين الناس اللي شغاله صح؟ انا بقى هسالك سؤال ويا ريت تطلع تجاوبني عليه. لمصلحة مين مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك؟ يا ريت تجاوبني عليه. لو الفيديو ده وصل لك يا ريت ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة. السلام عليكم ورحمة الله.